في خبر جديد، الجزائر تتجه إلى سحب ملف ترشحها لتنظيم كأس إفريقيا 2025 لأن لديها أولويات أخرى أهم من تنظيم الكان، حسب ما نشره حفيد الدراجي المعلق الجزائري لدى قنوات بين سبورتس في أحد المقالات أو في مقالة له اليوم الأحد. لكن الحقيقة التي يعلمها الجميع هي أن الجزائر تعلم جيدا بأن المغرب حسم التنظيم وتريد أن تتفادى الإحراج أمام الشعب الجزائري عندما يعلن الاتحاد الإفريقي بعد يومين فوز ملف المغرب بتنظيم كان 2025 لكي لا تظهر الجزائر بثوب الهزيمة أمام المغرب. وكعادته ومع بروز مؤشرات قوية على فوز الملف المغربي وفي خرجة استباقية لامتصاص غضب الشارع الجزائري وتهيئته لصدمة الفشل في الفوز بشرف تنظيم كأس إفريقيا 2025، كشف المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحت قيادة رئيسها الجديد وليد صادي ستعلن الانسحاب من سباق تنظيم العرس الكروي القاري كأول قرار تتخذه في اجتماعها الأول المقرر يوم الخميس المقبل. الدراجي المعروف بقربه من نظام الكبرانات وفي مقال جديد عنونه بالقرار الأول للاتحاد الجزائري لكرة القدم برر قرار الانسحاب من سباق تنظيم كان 2025 بكون الأمور حسمت من زمان لصالح المغرب والسنغال ونيجيريا وبنين. كما برر الدراجي قرار إعلان دولة الكبرانات رفع الراية البيضاء كون بطولة كأس إفريقيا لم تعد من أولويات الرئيس الجديد ومكتبه في فترة زمنية لا تتجاوز السنة ونصف تنتهي بانتهاء العهدة الأولمبية الحالية. ومن جانبها كشفت تقارير صحفية نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن الجزائر تتجه لسحب ملف ترشحها لتنظيم إفريقيا في نسختي 25 و2027 وذلك قبل أيام قليلة عن موعد الإعلان الرسمي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن هوية المنظمين للنسختين المقبلتين. وجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم 27 سبتمبر الجاري موعدا للإعلان الرسمي عن هوية البلد الذي سينظم كان 2025 إضافة إلى كان 2027 وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة بالعاصمة المصرية القاهرة. نشكركم على حسن المتابعة.